في ليلة كان الصمت فيها أثقل من البرد. دخل ريال مدريد ملعب سان ماميس وهو يعرف أن الخطأ في هذا المكان لا يغتفر. الضغط كان واضحا، فالاسم الذي كان يملأ الصحف لم يعد عنوانا للثقة، بل سؤالا معلقا فوق رأس الفريق. وكل كرة تلعب كانت تحمل همسا خفيا: هل يستمر أم أن الرحلة تقترب من الوداع؟ وسط هذا الثقل ظهر كيليان إمبابي، ليس ذلك المتردد ولا ذلك المتمرد، بل الذي يسجل من أنصاف الفرص. هدف أول أعاد الهواء إلى رئتي الريال، وهدف ثان أعاد الحياة إلى مقاعد البدلاء. ثنائية لم تنقذ الفريق فقط، بل أنقذت تشابي ألونسو الذي كان على بعد خطوة واحدة من الطرد. ثم جاء كامافينجا فأضاف الثالث ليختم رواية كانت مقلقة قبل أن تبدأ، ويحولها إلى انتصار مريح بثلاثية واضحة. ثلاثية تقول أن الريال ما زال هنا، وبهذا الفوز تشبث الفريق بالمركز الثاني، مسافة ليست بعيدة، مسافة فريق يعرف أنه حين يأتي موعد المواجهة المباشرة سيقاتل من أجل القمة. فالليغا ما زالت مفتوحة، والصغير الكتالوني يفهم ذلك ويعرف أن ساعته قد اقتربت.